اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قاعدين مكسلين وعاوزين تعملوا أي حاجة حلوة، يلا بينا مع بعض نعملوا حاجة حلوة كده على السريع، مكونات موجودة في أي بيت. نسموا بسم الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا نبدأ ونقول الطريقة معايا. أول حاجة هجيب كوبايتين مية بالشكل ده، احط عليهم 4 معالق زيت. تمام كده. ومعلقتين سكر بالشكل كده، معلقتين سكر كبار ورشة ملح صغيرة ورشة فانيليا. تمام. او كيسين فانيليا من الصغيرين دول. قلبتهم كده كويس جدا، ودوبت كل المكونات في بعضها كده. ارفعها على النار بقى لحد ما تغلي معايا. خلاص وصلت لدرجة الغليان، هجيب كوبايتين دقيق واحطهم في المية كده، واجيب معلقتين دقيق سميد. ممكن تستبدلي بدل دقيق السميد احط نشا، بس دقيق السميد بيعزز الطعم بتاعها وبيديها طعم تاني خالص. وان كنت وصلت لحد كده يا ريت تشجعيني وتديني لايك حلو كده من ايديك الحلوين دول. قلبتها كده مع بعض ولميت العجينة بالشكل ده وملمسها ناعم بالطريقة دي. عجنتها كويس جدا بالطريقة ديت. تمام كده. عشان اعمل الشربات جبت كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية بالشكل ده. ارفعها على النار واحط عصير ليمون او عصير نص ليمونة، يعني اعصرها كده لمدة 10 دقايق على النار، وبعدها اسيبها تبرد واصفيها بالشكل ده واركنها على جنب لحد ما اقطع العجينة بتاعتي. قطعتها بكور متساوية كلها قد بعضها. تمام. جبت بقى مشتين نضاف كده حلوين جداد مستخدمتهمش في اي حاجة، مخصص للمعجنات اللي زي دي. افرد بقى العجينة بشكل طولي كده على المشط والم العجينة بالمشط التاني. تمام كده. ممكن تستخدمي مصفى او شوكة، بس بصراحة المشط ديت سهلة جدا وجميلة جدا ومميزة كده، شكل منظر جمالي وحلو كده. اسمها كمان حلوة المشط. تمام. اسيبها ترتاح شوية وبعدين اخدها احطها في الزيت واقلبها واحمرها بالشكل ده. تمام. لحد ما وصلت على اللون الاحمر الجميل ده، هبدأ بقى ان انا احطها في الشربات بتاعها واقلبها كويس جدا. الشربات يكون بارد. تمام. بقت جميلة جدا وسهلة وبسيطة ولذيذة جدا. ما تنسينيش بقى بدعوة حلوة ما تعملي الطريقة وتجربيها، وما تنسينيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.